بعد مونديال 90 اتفككت كذا دولة لدويلات صغيرة. المواقف دي طبعا انعكست على المنتخبات ومشاركتها في البطولات الكبيرة. الظروف السياسية اللي حصلت قبل مونديال 90 وبعده أثرت طبعا على شكل تصفيات مونديال 94 وخصوصا التصفيات الأوروبية. التغييرات اللي حصلت في منتخبات زي الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا أثرت طبعا على التصفيات وعلى عدد المنتخبات اللي دخلت التصفيات. دول زي رومانيا وبولندا والمجر ما كانش عندها مشكلة لأن النظام السياسي الاشتراكي اتغير وبقى فيه انتخابات، بس كلها كانت حاجات تخص البلد. لكن رومانيا فضلت هي رومانيا ومنتخبها بيلعب زي ما هو، انما المشكلة كانت في البلاد اللي اتفككت لجمهوريات اصغر. جمهوريات الاتحاد السوفيتي اللي بتطل على بحر البلطيق مثلا استونيا وليتوانيا ولاتفيا كانت استقلت سياسيا على الاتحاد السوفيتي وعملوا انتخابات كمان، بس لسه ما كانش اتحقق لهم الاستقلال الرسمي. في 19 أغسطس سنة 91 حاول بعض السوفيت، كانوا 8 من كبار مسؤولي الدولة، حاولوا ان هم يعملوا انقلاب عسكري على رئيس جورباتشوف وهدفهم انهم يرجعوا الاتحاد السوفيتي، ولكن محاولتهم باءت بالفشل واتقبض على 7 منهم، ووزير الداخلية السوفيتي بوريس بوجو انتحر. الانقلاب ده فشل، بس بعده كمان سلطة جورباتشوف على البلاد كان واضح انها بقت ضعيفة، وبدأ تفكك جمهوريات الاتحاد السوفيتي بشكل رسمي. في 6 سبتمبر 91 كان القرار باستقلال جمهوريات استونيا ولاتفيا وليتوانيا بشكل رسمي، وعشان كده البلاد دي شاركت في اولمبياد برشلونة 92 ببعثات رسمية مستقلة عن الاتحاد السوفيتي، وشاركت كمان في تصفيات كأس العالم 94 بشكل مستقل. ومع بداية سنة 92 ما كانش في حاجة خلاص اسمها الاتحاد السوفيتي. قبلها في ديسمبر 91 كان تشكل اتحاد الجمهوريات المستقلة عشان يحل محل الاتحاد السوفيتي، واتعمل في 11 يناير 92 اتحاد كورة بيمثل دول الكومنولث دي، وده لاقى قبول من الاتحاد الاوروبي عشان يحل منتخب دول الكومنولث محل منتخب الاتحاد السوفيتي في يورو 92. والحقيقة ان منتخب الكومنولث كان بيضم نفس اللعيبة وبيدربهم نفس المدرب بتاع الاتحاد السوفيتي اناتولي بيشوفيتش اللي تأهلوا ليورو 92. قائمة المنتخب اللي شاركت في يورو 92 كانت بتضم 13 لاعب روسي و5 من اوكرانيا ولاعب جورجي ولاعب بيلاروسي. يوغوسلافيا بقى كانوا قصة تانية. الاوضاع في يوغوسلافيا كانت اسخن بكتير، والصراع بين الجمهوريات المستقلة صربيا وكرواتيا والبوسنة بدأ يدخل في حرب، وطبعا الرياضة كان لازم هتتأثر. منتخب يوغوسلافيا اتأهل ليورو 92 زي منتخب الاتحاد السوفيتي. التصفيات اتلعبت في وقت انحلال دولة يوغوسلافيا سياسيا، بس المنتخب ما تأثرش قوي. بس مع بداية الحرب في يوغوسلافيا وتطور الموقف بين الجمهوريات المتصارعة ابريل 92 صدر قرار من الويفا يوم 31 مايو 91 بحظر منتخب يوغوسلافيا ومنعه من الاشتراك في اي بطولة رسمية، وده كان بناء على قرار مجلس الامن بتوقيع العقوبات على يوغوسلافيا. القرار ده اللي خلاهم يستبعدوا يوغوسلافيا من يورو 92 ويشاركوا مكانهم منتخب الدنمارك. قرعة تصفيات كأس العالم 94 كانت اتعملت في ديسمبر 91، وقعت يوغوسلافيا والاتحاد السوفيتي في مجموعة واحدة مع اليونان والمجر وايسلندا واللوكسمبورغ. كان متوقع ان منتخب دول الكومنولث ممكن يشارك في التصفيات دي بدل الاتحاد السوفيتي، بس بعد يورو 92 كانت الجمهوريات المستقلة زي اوكرانيا وارمينيا أسست اتحاداتها بالفعل، وبدأت تكون منتخباتها وتنظم بطولات دوري، وبالتالي منتخب دول الكومنولث ما كانش له أي ظهور بعد يورو 92. قرر الويفا بعد يورو 92 إن منتخب روسيا هيكون بديل للاتحاد السوفيتي في التصفيات، في الوقت اللي تم استبعاد منتخب يوغوسلافيا خالص، وقل عدد فرق المجموعة ل5 يصعد منهم 2 للمونديال. وفعلا لعب منتخب روسيا أول مباراة ودية في تاريخه مع منتخب المكسيك في أغسطس 92 في العاصمة موسكو مع المدرب الروسي بافيل سادرين، وكسبوا 2-0. الحقيقة أن أكتر المستفيدين من كل ده كان منتخب اليونان اللي ما كانش تأهل قبل كده لكأس العالم، لكنهم لقوا نفسهم في مجموعة على رأسها فريق افتقد لمواهب كتير بعد انفصال الجمهوريات، وبالتالي بقى أقل من منتخب الاتحاد السوفيتي السابق.
والتصنيف التاني في المجموعة هو يوغوسلافيا اللي تم استبعادها، وباقي الفرق ما كانتش مؤهلة للمنافسة.